دخلت بيته وأنا قلبي مليان أمل. قال لي بصوت هادي: ما تخافيش، أنا هنا عشانك. ضحكت، صدقته، كنت شايفة فيه الحماية اللي كنت بدور عليها. في البداية كان بيطبطب عليا، يمسك إيدي كده بهدوء، يربط على شعري، يحسسني إني أهم حد في الدنيا. لكن بعد كام يوم بدأ يجيب صحابه دول اللي كنت فاكرة إنهم أهله. قال لي: دول إخواتي، ما تقلقيش عليهم. لكن الحقيقة كانت صدمة. كانوا بيجوا بيتنا، يناموا معايا في نفس الأوضة، وبيسحبوا فلوسه مني وهو مغمض عينيه متعاون معاهم، وأنا اللي بقيت العاهرة اللي بتتشارك. مرة حاولت أوقف، قلت له بصوت مليان غضب: كفاية، ياريت تبطل كده. لكن الرد كان وحش. اتضربت، اتزعلت، وقررت أمشي. قلت له: أنا رايحة، مش هرجع. ضحك في وشي وقال: براحتك، مفيش رجعة. نزلت الشارع خايفة ومكسورة. كنت فاكرة إن الناس هتحميني، بس أول نظرة ليهم كانت جرح. الكلام كان قاسي، والعيون بتقول: دي مش قصتنا. أول ليلة نمتها تحت الكوبري، برد، خوف، وجوع بيقتلني. كنت شايفة كلاب الشارع بتلف حواليا، كأنها عارفة إني ضعيفة مستنياني. كل كلمة كانوا بيقولوها، كل صوت في الشارع كان بيزرع الخوف في قلبي أكتر من اللي حصل لي في البيت. يا ريتني ما نزلت الشارع، يا ريتني ما غبت عن البيت. كنت فاكرة إن الدنيا هتكون رحيمة، لكن طلعت أقصى من كل حاجة. كنت قاعدة تحت الكوبري في عز البرد، رجلي مش حاسة بيهم، بطني فاضية، وقلبي أتقل من الحجر. وفجأة نور العربية قطع ظلمة الليل. راجل كبير نزل، وشه باين عليه الطيبة، قرب مني وقال: انتي قاعدة هنا لوحدك ليه؟ بصيت له بعيون كلها دمع وخوف، وقلت: الدنيا لعبت بيا وما لقيتش حد يسندني، حتى اللي حبيته باعني. فضل ساكت لحظة وبعدين قال: أنا ساكن في بيت كبير، لو محتاجة سقف تنامي تحته أنا ممكن أساعدك، أوضة لوحدك أمان وراحة، بس ما تخافيش. كنت مرعوبة، بس قلبي قال لي: هو في إيه ممكن يحصل أكتر من اللي حصل؟ ركبت معاه وإيديا بتترعش، وكل تفصيلة في الطريق كنت براقبها كأني داخلة على مجهول. وصلنا البيت كبير راقي بس هادي بطريقة غريبة. قال لي: خش ارتاحي، دي أوضتك. دخلت وكنت فاكرة إنها نهاية التعب، لكنه والله لو ما كنت شفت بعينيا ما كنت صدقت اللي حصل. حاجة مش ممكن تتوصف بكلام ولا حتى في أفلام الرعب، حاجة فوق الخيال. ويا ريتني ما رحت. أول ما دخلت البيت حسيت بحاجة مش طبيعية. الهدوء كان خانق، والريحة مش ريحة بيت عادي. بعد يومين من وجودي هناك ابتديت ألاحظ ناس بتيجي وناس بتمشي، ضحك عالي، أنوار ملونة، والأبواب دايما مقفولة. وفي يوم صحيت على صوت موسيقى غريبة، فتحت الباب ولقيت مشهد عمري ما شفته. حفلة كاملة، ناس كتير، تصرفات غريبة، وكان الراجل واقف في النص بيضحك وهو لابس لبس مريب، وأنا واقفة على طرف الباب مش فاهمة ده إيه. كنت ههرب، بس فجأة لمحت شخص في آخر القاعة قاعد لوحده، وشه ثابت بيبصلي وماسك كاميرا صغيرة. عينيه كانت مرعبة. الناس كلها كانت بتضحك وهو بس اللي ساكت بيراقب وبيصور. عرفت بعدها إنهم عاملين شبكة بيرفعوا الفيديوهات على موقع في الديب ويب، وبيبيعوا المحتوى الأجانب مش طبيعيين. والمصيبة إن كل الناس هناك كانوا عارفين ده ومبسوطين، لكن الراجل اللي بيصورني كان مختلف، كأنه شايف فيا حاجة تانية، كأنه بيحضر لحاجة أنا نفسي مش قادرة أتخيلها. في اللحظة دي عرفت إن الخطر لسه ما بدأش. دخلت المطبخ، كنت بدور على أي حاجة أكلها، جسمي مهزوز وعقلي تايه. بس فجأة الباب اتفتح، دخل ورايا الراجل اللي كان بيصور. سكوته كان مرعب أكتر من صوته، بس المرة دي
اتكلم. قال لي بهدوء: اوعي تتكلمي مع حد هنا عن اللي شفتيه، أنا شفت كل حاجة بتحصل وعارف الناس دي بتعمل ايه. أنا اتجمدت مش عارفة أرد ولا أتحرك. مد إيده اداني ورقة فيها رقم تليفون وقال بصوت واطي لكن كلماته حفرت جوايا: لو عايزة تخرجي من هنا من غير ما تتقتلي كلميني. أول ما سمعت كلمة تتقتلي رجلي معرفتش تشيلني، الدم فجأة اتسحب من وشي والرعب مسك قلبي بإيدين باردة. هو خرج وسابني واقفة لوحدي في المطبخ ما بين رقم على ورقة وبيت مليان ناس بيضحكوا بس بيقتلوا بضحكة. الليل نزل والبيت هدي، الناس كلها مشيت. أنا كنت قاعدة على طرف السرير حاسة إني نجيت من حفلة جهنم، لكن ما كنتش عارفة إن الأسوأ لسه جاي. دخل الأوضة الراجل اللي كنت فاكراه محترم، اللي ساعدني واللي قلت عليه طيب. ابتسم ابتسامة باردة وقفل الباب وراه بهدوء مرعب. قرب مني وقال: طبعا يا وفاء مش هتقولي لحد أي حاجة من اللي شفتيه صح؟ أنا سكت، كنت عايزة أقول أي كلمة بس لساني اتعقد. بصلي بنظرة كلها تهديد وقالها صريحة: عشان لو عرفت إن لسانك اتحرك أنا هقتلك بإيدي. الليل نزل والبيت هدى، الناس كلها مشيت. أنا كنت قاعدة على طرف السرير حاسة إني نجيت من حفلة جهنم، لكن ما كنتش عارفة إن الأسوأ لسه جاي. دخل الأوضة الراجل اللي كنت فاكراه محترم، اللي ساعدني واللي قلت عليه طيب. ابتسم ابتسامة باردة وقفل الباب وراه بهدوء مرعب. قرب مني وقال: طبعا يا وفاء مش هتقولي لحد أي حاجة من اللي شفتيه صح؟ أنا سكت، كنت عايزة أقول أي كلمة بس لساني اتعقد. بصلي بنظرة كلها تهديد وقالها صريحة: عشان لو عرفت إن لسانك اتحرك أنا هقتلك بإيدي. أنا قاعدة في الضلمة بمسك الورقة اللي فيها الرقم، إيدي بتتهز، قلبي بيجري ومخي بيصرخ: اتكلمي قبل ما الوقت يفوت. طلعت الموبايل كتبت الرقم بس صباعي واقف فوق زرار الاتصال. طب لو بلغ عني، لو بيشتغل معاهم؟ لكن مفيش وقت للتفكير، ضغطت اتصال. ألو، قالها بصوت واطي كأنه مستني المكالمة. قلت له: أنا مش عارفة أعمل إيه، خايفة بس لازم أخرج من هنا. رد عليا بسرعة: اسمعي كويس، ما ترديش على أي باب، خلي هدومك جاهزة، الساعة 3 الفجر هتلاقي الباب اللي جنب المطبخ مفتوح، اطلعي على طول من غير صوت. قلبي وقع، يعني في أمل، يعني في طريق للهروب. قفلت السكة، رجعت أبص على الباب وسمعت صوت خطوات جاية، ده مش وقته خالص. خبيت الورقة وحطيت التليفون تحت المخدة. الباب اتفتح وكان هو الراجل اللي هددني. بصلي وابتسم ابتسامة مقززة وقال: كويس إنك بقيتي عاقلة، أنا بحب البنات اللي بتفهم بسرعة. ضحكت ضحكة مزيفة بس جوايا كنت بجهز نفسي للركضة الأخيرة. يا نجاة يا نهاية. الساعة كانت 2:57، 3 دقايق بس كانوا أطول من عمري كله. كل ثانية بتعدي كأنها سكين بتقطع في قلبي. لبست الهدوم اللي كنت مخبياها تحت السرير، قلبي بيرقص من الخوف مش الفرح. فتحت الباب بهدوء، البيت ساكت كأن الأرواح اللي فيه نايمة أو بتراقبني. وصلت عند باب المطبخ وكان مفتوح فعلا، هوا بارد بيضرب وشي كأنه بيقولي انطلقي. جريت، مشيت خطوة 2 وفجأة صوت: واقفة يا بنت الكلب. اتجمدت، بصيت ورايا، الراجل اللي بيصور شافني وصرخ: هي بتهرب، اقفشوها. قلبي بينفجر، جريت جري ما شفتوش حتى في الكوابيس، جري وانا بشهق برجليا بتتزحلق من الرعب مش المطر.
الشارع قدامي بس فيه بوابة حديد قفلتها الصدى، بس الخوف بيفتح أي باب. مسكتها، شدت، صرير الحديد عمل صوت عالي. جريت، سمعت طلق نار من ورايا بس عدى جنبي، كان إنذار. وصلت الشارع، بس مش أي شارع، شارع غامق مفهوش بني آدم، لكن النور بعيد، نور عربية، نفس الشخص، نفس الراجل اللي اداني الرقم. فتح الباب بسرعة، اركبي، اسرعي. ركبت، الباب اتقفل وجبنا مطب صناعي طار العربية، بس أنا كنت طايرة من الخوف. قال لي افتكري دي مش نهاية القصة، ده مجرد أول الطريق. وصلنا لمكان غريب، من بره شكله شبه مسرح قديم، بس ما فيهوش ضحك، ما فيهوش جمهور، في صمت، بس صمت مرعب. دخلنا من بوابة خشب كبيرة، كل خطوة بتصدر صوت كأن المكان بيتنفس وأنا بدخله. مشيت معاه في ممر طويل، جدرانه سودة، ريحة ريبة، ريحة خوف. فتح باب كبير، دخلنا أوضة واسعة بس مش عادية، كانت أشبه بقاعة عرض، بس بدل الجمهور بنات. كل بنت قاعدة على كرسي، كل واحدة قدامها موبايل، فاتحة كاميرا وشاشة، بتتكلم، بترقص، بتمثل إنها فرحانة، بس عينيهم بتبكي بدون دموع. بصيت حواليا، قلت في نفسي ايه ده بيت أمان ولا مسرح عبودية؟ الراجل اللي جابني بصلي وقال هنا هتعيشي وهنا هتشتغلي وهنا هتبقي نجمة بس بطريقتنا. قلتله بصوت بيرتعش ده ايه، انا جيت اهرب مش ادخل في جحيم تاني. ابتسم وقال كل البنات هنا قالت كده اول يوم. سكت شوية وبص عليا ببرود، بس مفيش رجوع، واحنا بنبعت لكل واحدة فلوس ومشغلينهم على مواقع ما حدش يعرفها ولا الحكومة تقدر تقرب لها، وكل ده تحت الأرض. كنت قاعدة على الكرسي، عيني بتزوق شمال ويمين، كل بنت هنا حكاية، بس في واحدة كانت مختلفة، لبسها شعبي، عينيها فيها لمعة الشقاوة، وفي صوتها كسرة، بس مكسرة الدنيا جوه الأوضة. قامت من مكانها، جت قعدت جنبي وقالت لي انتي جديدة، اسمك ايه؟ قلت لها بصوت مهزوز وفاء. ضحكت وقالت لي أنا هند من شبرا، بس بيقولوا لي هنا هنية عشان شكل الاسم بيريح الزباين. ضحكت معاها ضحكة حزينة، قالت لي وهي بتبص في الأرض عارفة أول ما جيت هنا كنت زيك، كنت فاكرة إني وصلت القاع، بس تخيلي القاع ليه سلم، والسلم بينزلك أكتر كل ما تقول مش ممكن أوحش من كده. قعدنا نحكي لبعض، قربنا بسرعة، وبصت لي فجأة وقالت لي أنا بفكر أهرب، بقالي شهور بخطط، بس كنت مستنية حد أقدر أوثق فيه، وأنا حاسة إنك هو. قلبي دق بسرعة، وأول مرة من أيام حسيت إني مش لوحدي. اتفقنا نراقب ونجمع معلومات، نعرف الممرات، مواعيد تغيير النبطشية، وأهم حاجة مين اللي بيقف قدام الباب الكبير. بس وهي بتتكلم دخل علينا نفس المصور اللي قابلني في المطبخ، بصلي بنظرة غريبة وساب ورقة على الأرض وهو ماشي. قريتها بعد ما مشي. البيت فيه بوابة سفلية، الساعة 3 الفجر الحارس بيغير الوردية لمدة 7 دقايق، الباقي عليكو. أنا ما كنتش عايزة أحكي، ما كنتش عايزة أتكلم، بس لما الدم سال والصرخة خرجت والناس كلها جريت، أنا وقفت. شفت كل وش كان بيضحك لي وهو بيجري خبي وشه، الراجل اللي قال لي بحبك وطلع بياع، والناس اللي حضنوني وطلعوا وحوش. كان ممكن أسكت، بس أنا خلاص ما عادش البنت اللي اتضحك عليها، ما عادش البنت اللي بتمشي جنب الحيط. أنا بقيت نار وقررت أولع فيهم كلهم.
بلغت الحكومة عنهم كلهم، عن الشبكة، عن اللي بيصور، عن الموقع، عن اسم الراجل اللي كان المفروض يبقى سند، وعن أبويا اللي سابني للشارع. بلغت عن كل صوت كان ساكت، وعن كل عين كانت بتتفرج، مش عشان أنتقم، بس عشان أنقذ أي بنت تانية لسه بتحلم. أنا رجعت، بس ما بقيتش نفس البنت، رجعت شاهدة مش بس على الجريمة، على مجتمع كامل سايب بناته يتاكلوا وبيسكت. النهاردة أنا وفاء اللي انفض غشائها، بس لسه عندها كرامة ولسه بتتكلم.